أهلا بيكم. ليه دايما بنوصل لطريق مسدود؟ ليه الكلمة اللي بتبدأ بهزار بتقلب بنكد لأيام؟ الحقيقة يا جماعة إن أصل المشاكل بين الراجل والست مش لأنهم مش بيحبوا بعض، لكن الحكاية إننا بنتكلم عن لغتين مختلفتين تماما. الراجل جاي من كوكب هنسميه الأفعال والحلول، والست جاية من كوكب تاني هنسميه المشاعر والتفاصيل. النهاردة بقى هنفك شفرة الخلافات دي، وهنقول على 5 مفاتيح نفسية لو فهمناهم الحياة هتتغير 180 درجة. هنقول أول حاجة اختلاف في طريقة التفكير. اتكلمنا قبل كده إن الراجل عقله بيشتغل بنظام الصناديق، يعني في صندوق كده محطوط فيه شغل، وصندوق محطوط للبيت، وصندوق فيه الراحة. كل حاجة عنده محطوطة في صندوق. لما بيكون في صندوق ما يعرفش أبدا يشوف اللي في الصندوق التاني. يعني هو دلوقتي لو في شغله قاعد يفكر بس في شغله وفي اللي بيعمله في ايديه، مش ممكن عقله هيشتغل في حاجة تانية تخص البيت مثلا. ممكن في الوقت ده زوجته تتصل بيه تطلب منه طلبات، تلاقيه مش مركز معاها في الكلام، تحس ان هو بيقفل معاها، ممكن تقلب بخناقة، هو مش عارف يركز في حاجتين. لكن الست عقلها شبكي ما شاء الله عليها، كل الأمور داخلة ببعضها. ممكن تبقى بتطبخ وماسكة الموبايل بتتكلم في موضوع بقاله 5 سنين عادي جدا، مركزة في الطبيخ ومركزة في الكلام في نفس الوقت. من هنا بتبدأ أول مشكلة، هي عايزاه يهتم بكل التفاصيل وهو متبرمج إنه يشوف الصورة الكبيرة بس. فهمك للنقطة دي هيخليك تبطلي تقولي إن هو مش مهتم بيكي، أو تقولي هو مش شايف اللي انت شايفاه. الست بتيجي تحكي لجوزها كل اللي حصل في يومها، هي مش عايزة حلول، هي عايزة مشاركة وجدانية، عايزة حد يقولها يا حبيبتي انت تعبتي حقك عليا. مجرد جملة هتريح نفسيتها. لكن الراجل لما بيسمع المشكلة عقله بيتحول لمهندس صيانة فورا، يفضل بقى اعملي كذا وروحي كذا. هي بتحس كده انه بيكروتها ومش حاسس بيها، وهو بيحس انها نكدية وبتحكي في قصص ملهاش اخر وملهاش لازمة. اصل المشكلة هنا هو توقعات غلط من الطرفين. لو جينا نتكلم بقى عن الزعل، دي أهم نقطة. لما الراجل بيزعل أو بيتحط تحت ضغط بيدخل الكهف بتاعه، يعني بيسكت بيبعد ومش عايز يتكلم. الست بقى غريزتها تشتغل وتقول لو سكت يبقى مبقاش يحبني، يبقى بيفكر في واحدة غيري. فبتبدأ تطارده بالأسئلة، مالك، فيك ايه، رد عليا، انت متغير. المطاردة دي بتخليه يبعد أكتر ويتحول لشخص قاسي، وممكن يرد عليها ردود وحشة جدا. وطبعا عقلها يشتغل، أيوة بيكلمني بالطريقة دي، أنا متأكدة إن في حاجة جواه، أنا متأكدة إن هو بيحب واحدة تانية، أنا متأكدة إنه مبقاش يحبني، مبقاش متحمل مني كلمة. وتفضل دايرة في نفس القصة دي علشان هي مصممة إنه يرد عليها ويقول لها ماله. السر هنا إنك تسيبيه في الكهف لحد ما يهدى هو لوحده. هو هيرجع يقولك أنا حاسس بإيه لما يسترد توازنه. النقطة اللي بعد كده هنتكلم عن حتتين، التقدير والأمان. الراجل بيحب اللي يقدره، والست بتعوز الأمان. طيب أصل الخلافات المادية أو الاجتماعية دايما بيرجع لنقص في الحاجتين دول. الراجل بيحب الست اللي بتقدر تعبه ومجهوده، كلمة شكرا عنده بتعادل 100 كلمة حب. الست بقى بتحب الراجل اللي يحسسها بالأمان، يعني يحسسها إنها رقم واحد وإن وجودها أساس حياته. لو التقدير نقص أو الأمان اتهز بتبدأ الحروب الباردة في البيت. نيجي بقى لنقطة فن العتاب الراقي. طيب آخر سبب للمشاكل هو طريقة الطلب. الراجل بيكره جدا الأوامر وبيهرب من اللوم. بدل ما تقولي أنت دايما نسينا، أنا بكون مبسوطة قوي لما بنقضي وقت سوا. حولي اللوم لاحتياج، هتشوفي ازاي هيتحول لفارس أحلام عايز يرضيكي. في النهاية يا جماعة الجواز رحلة فهم مش صراع قوة. احنا مختلفين عشان نكمل بعض مش عشان نكسر بعض. قولولي في التعليقات ايه اكتر جملة بتتقال في بيتكم وبتحس انها شرارة المشاكل. انا سيلا، ودي قناتكم علم نفس الحياة. نتقابل الفيديو الجاي بكل هدوء وسكينة. شكرا.